يا ترى يا هل ترى مناخير حضرتك فين؟ في وشك ولا في حياتي؟ أعتقد إن كل واحد لو جاب إيديه وحط صباعه على مناخيره يتأكد هي فين، هيعرف إنه مش المفروض يتدخل في حياة غيره. الموضوع ده مهم ليه؟ لأنه ممكن اتنين يبقوا قاعدين بيتكلموا مع بعض ويتنقل شعور من واحد للتاني، وأول ما يتنقل الشعور ألاقي نفسي تبنيت الحال. يعني إيه بقى تبنيت الحال؟ يعني لو هو مكتئب ألاقيني بقيت مكتئب زيه، وأول حاجة علشان أخرج من الحال ده أسأل نفسي سؤال واحد: هل الشعور ده بتاعي ولا بتاع حد تاني؟ لو بتاع حد تاني أهلاً وسهلاً، اتفضل ارجع لمكانك ولمصدرك الأصلي، مش عايزة حاجة منك، متشكرين. إنما لو شعوري أبدأ أتعامل معاه. وكمان نتعود إن مناخيرنا تبقى في وشنا. ليه؟ علشان حياة الناس كلها مشاعر، في منها الإيجابي والسلبي. كل واحد فينا مسؤول عن مشاعره.